هذا سايق مصري يتحرش بشاب بالثانوي. اي سمعت عدل، شاب مو شابه. في واحد خلينا نقول اسمه شيكو. شيكو هذا طالب باول ثانوي، كان توه مخلص امتحانه وبيرد البيت مع ربع، فقرروا انهم يطلبون سايق من برنامج اسمه ديدي. انا ما ادري ايش قصه ديدي، كل ديدي جاي بالعيد. المهم وصل السايق اللي كان عمره 41 سنه وركبوا السياره وياه، وكل واحد من ربع شيكو نزل بيتهم، بقى بالسياره منو السايق وشيكو. شيكو كان قاعد بالمقاعد الخلفيه للسياره، فقال للسواق تعال انزل اقعد قدام. شيكو ما حس بشيء غريب وعادي قاعد قدام يم السايق. بس اول ما قعد شيكو يم السايق، راح السايق دخل ايده داخل بلوزة شيكو وقاعد يلمس على صدره. هني شيكو راح شال ايد السايق ودزها، بس السايق ما وقف لهني بل تمادى اكثر وخذ ايد شيكو وحطها على المنطقة الحساسة. بس هني شيكو قرر يتصرف بهدوء لانه ما يبي يأذي نفسه، وقال له بس يا عمو هنوصل واعمل لك اللي انت عايزه. ويوم وصل شيكو البيت خلى السايق يقطع عند بوابة كلها امن بالكومباوند اللي ساكن فيه، وبعدها الامن مال الكومباوند احتفظوا بالسواق لين ما يو الشرطة وخذوه، وحاليا السواق محجوز بانتظار محاكمته.